رح نستذكر الشهيدة زيلان، الشهيدة اللي ضحت بحالها مشان انه كل الشهداء اللي ضحوا بحالهم مشان انه نحن نعيش بكرامتنا ونعيش مرفوعين الراس. عبد الله وجلان، مثل هذه العملية ستلحق ضربة معنوية كبيرة بالعدو وتؤدي به إلى الجنون، وسوف يتحول الوطن إلى سجن كبير له، لأنه سيرى نفسه محاصرا في كل الميادين. إلى قائد حزبنا: أنا من مواليد 1972 في مدينة ملاطيا، اسمي زينب كناجي، بالأصل أنا من قرية المالي التابعة لمدينة ملاطيا. نحن معروفين في المنطقة باسم عشيرة مامولي. لقد تخرجت من جامعة إينونو في ملاطيا قسم المستشارية النفسية. قبل انضمامي إلى صفوف قوات الجريلا كنت أعمل في قسم التصوير والأشعة ضمن المشفى الوطني في ملاطيا. إنهم منبع الحب والوحدة والتعاطف. لقد رسم ملامح الإنسان الجديد في شخصه. في هذه المرحلة الجديدة التي نعيش فيها الأيام الأولى للنصر، يتوجب علينا نحن الذين نمثل آمال الشعب في التحرر أن نقوم بجميع وظائفنا المرحلية بأفضل الأشكال. الشخص هواز زیلان دا تواهی هوالیم که مها حاضران شهید کردنه ام برزاری بیرتینن بجنا خو بروان تبینن o soza şopandına veya havalatın veya şehidanın em bervan şehidan erku berkusiyati tove demi çava pek binin havaldızanın gerek em rezdari dema mekala şehidan kir dema mekala tevger kir dema mekala biranina şehidan kir gerek levu tevger emeji göre nezikatine hem beri şehidan bu sabe an em çavavan şehidan reyavan ya rast ya hakikati hıştın ku her çalakiyek şehit ekme reya hakikati nişan emeda o hemen demeci gerek emvek tevger vek millet vek malbati şeydan vek hevalin ku nava refstini kar hevatin ku refstin etmeşin gerek emveci göreva şehidan pengayin kod parıcı em çava ve merhaleda erişin ku devlet navdevleti emveci ku erişin ku zihniyete AKP, MHP, sernet bir meşandı, ser malbat etme, ser şehit etme, hayat için Goristani hemalajı parça parça etkin. Armancı ve ev ve emkar tabatı daha fıttı